أنا أعتقد أنه يمكن ربما من الأشياء الرئيسية اللي حدثت هذا اليوم لاعبي الوسط لم يؤدي الدور المطلوب منهم 100%. نلاحظ أن التمريرات كانت شبه مقطوعة. بطبيعة الحال هذه كرة القدم، ولكن هناك أشياء يجب أن نعالجها بسرعة، ويجب أن نتخذ فيها الإجراءات اللازمة حتى إن شاء الله ما يكون وضع الفريق أمام الأردن بوضع أسوأ من اللي موجود الآن. طبعا في عدد من اللاعبين بس كلهم مصابين، يعني مثل غالب كان مهيأ ولكن لم يستطع أن يلعب. أحمد عباس كان فيه إصابة. بعض اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب، ولكن الآن يجب أن نفكر بهدوء تام، يجب أن نعالج الخطأ الذي حدث هذا اليوم، ويجب الحقيقة أن نكون يعني نناقشه بهدوء وبعيدا عن الانفعال حتى نستطيع أن الأخطاء اللي حدثت هذا اليوم بحول الله وقوة لن تتكرر أمام الأردن وأمام اليابان، لأنه مباراتنا أمام الأردن وأمام اليابان أعتقد أنها مباريات كؤوس لا مجال للتفريط فيها. يعني إذا كنا نريد أن نتأهل يجب أن نكسب الست نقاط المقبلة. سمو الأمير، سمعنا عن أنباء عن إقالة المدرب بيسيرو، هل هذا صحيح أم لا؟ حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في هذه الناحية. توجه هل ممكن يعني؟ هذا صعب أني أقول لك على شيء ممكن أو لا. أنا بتصريح لك سمو الأمير. لا بس هو لا أستطيع الآن، يجب أنه الآن نناقش الموضوع بهدوء تام، يجب أن نناقشه بعين متبصرة، يجب أن لا ننفعل مع الأحداث، إنما سوف يناقش هذه الليلة. يعني نقول كل الأمور مطروحة سمو الأمير. هذا بطبيعة الحال، يعني كل شيء وارد، ولكن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وإن شاء الله سوف يكون اجتماع مطول هذه الليلة. من هو البديل في وجهة نظرك؟ هل البديل جاهز؟ أصل ما قررنا عشان أقول لك من هو. لو كان في هناك قرار يعني. لا، هو في هالناحية عندما يأتي القرار بطبيعة الحال البديل بيكون جاهز إذا تم القرار، ولكن الحقيقة اللي حاب أقولها لك أنه بيكون في اجتماع بعد حوالي نصف ساعة أو ساعة تقريبا حتى نستطيع أن نناقش هذا الموضوع بهدوء تام بعيد عن الانفعال حتى نرى ما هو الأفضل لصالح المنتخب السعودي. سمو الأمير، سؤال أخير، ما هو المطلوب أو ما هو اللي ممكن يصير للمنتخب السعودي في الفترة القادمة على أساس أنه يتصلح كل شيء؟ أنا أعتقد أنه في بعض اللاعبين لم يأخذوا فرصتهم من البداية، وأنا أعتقد أنه بطبيعة الحال المنتخب السعودي يملك احتياطي على مستوى الفريق الأول، وأعتقد أنه ممكن طبعا هناك أمور تكتيكية وأمور أخرى هذه يجب أن ناخذها بعين الاعتبار إن شاء الله. سمو الأمير، أعتقد أن ناصر الجوهر موجود في الدوحة وأعتقد أنه جاهز. لا، هو مسألة ناصر الجوهر ما هو بجاهز، كل مواطن سعودي جاهز من الناحية الفنية، ولكن لا أستطيع أن أقول لك الآن، إنما أقول بيكون في اجتماع مهم هذه الليلة. شكرا لك سمو الأمير، والتوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة. عموما خالد